برشلونة يرد بسخرية على قرار بيريز عدم حضور مباراة الكلاسيكو. قبل التفاصيل ادعمنا بمتابعة للحساب ولايك للفيديو. المفاجأة بدأت بإعلان رئيس ريال مدريد عدم السفر، وهو قرار لم يمر مرور الكرام على إدارة خوان لابورتا، حيث وصف إنريك ماسيب مستشار الرئيس هذا الغياب بأنه غير مبرر، متسائلاً بنبرة ساخرة عما كان سيقال لو أن لابورتا هو من قرر التغيب عن البرنابيو، ومعتبها أن غياب بيريز ليس سوى محاولة للتغطية على مشاكل البيت الأبيض الداخلية. بالنسبة لبرشلونة يبدو الحافز هذا العام استثنائياً، فالفوز بالدوري على حساب ريال مدريد ومباشرة أمام جماهيرهم هو سابقة تاريخية يسعى هانز فليك ورجاله لتحقيقها. وفي الوقت اللي يعيش فيه البلوغرانا حالة من الاستقرار، تسود غرفة ملابس ريال مدريد أجواء مشحونة، خاصة بعد الأنباء عن شجار فالفيردي وتشواميني، وهي الأزمات اللي يرى ماسيب أن ستصب دائما قبل صحفي فريق الكتالوني. الأحد المقبل لن تكون المباراة مجرد 90 دقيقة من كرة القدم، بل هي صراع كبرياء ورد اعتبار، ومنصة تتويج قد يكتب فيها برشلونة فصلا جديدا من التاريخ. فهل يحسم البارسا اللقب ويأكد تفوقه، أم أن غياب بيريز كان مجرد الهدوء اللي يسبق عاصفة مدريدية في قلب الكامب نو؟